انا يا دكتوره فاتن سويت لك اوضتك وعلقت لك هدومك وحطيت لك ورد كمان في الفاز. فين السلسله ده؟ سلسله ايه؟ السلسله الذهب اللي كانت على الكومودين. انا لما دخلت ما كانش في حاجه على الكومودينو. انت كداب. في ايه؟ في ايه يا فاتن؟ الحراميه دي سرقت السلسله بتاعتي. انا مش حراميه، انا ما سرقتش حاجه. علي صوتك يا اختي عشان تسمعك. خلاص اذا ما كانش في حد غيرك داخل الاوضه هيكون مين اللي سرق السلسله؟ لازم ابلغ البوليس. بوليس؟ بوليس ليه يا طلعت؟ تعالي شوفي بنت فردوس اللي حضرتك عطفتي عليها وربيتيها عندك. ايه عملت ايه؟ سرقت السلسله بتاعتي. اللي فيه ده مش ممكن ينساه يا اخوانا، دي لازم ترجع الاصلاحيه تاني. لا يا استاذ طلعت، ورده ما سرقتش. امشي ارجع المطبخ، خلص ورق العنب بتاعك، اجري. ورده ما سرقتش السلسله يا دكتوره فاتن. يعني احنا بنتبلى عليها؟ ورده مظلومه، لان انا عارف مين اللي سرق السلسله. مين يا عم عبده؟ مين؟ انا يا ست هانم، لكن ورده ما سرقتش. انت مش ممكن تعمل حاجه زي كده. انت طول عمرك متربي عندنا يا عم عبده. بقول لك انا اللي سرقت. بلغ البوليس يا استاذ طلعت. كفايه بقى. انا متاكده ان لا ورده ولا عبده ليهم دخل في ضياع السلسله. امال يعني راحت فين؟ دوري عليه، يمكن تكون وقعت منك في الشارع او في المستشفى. انا متاكده اني سايباها على الكومودين. وانا متاكده ان لا ورده ولا عبده يقدروا يعملوا حاجه زي دي. ورده اطلعي على اوضتي، وانت يا عبده ادخل المطبخ. ايه يا حماتي، ده مش معقول اللي انا بسمعه. انت كده بتنصريهم علينا؟ اسمع يا طلعت، انا مش قادر افهم انتوا ليه متضايقين من وجود ورده معايا. عايزين تعملوا اي طريقه وتبعدوها عني. مضايقاكم في ايه؟ ورده دي زي ما بتكون بتاكل اللقمه اللي في بقكم. يا اخي حرام، دي بنت غلبانه لازم تقدروا ظروفها. دي مش غلبانه، دي سهتانه. احنا بنعمل كده عشان مصلحتك، ودي خطر على الامن. احنا خايفين عليك يا ماما. احنا بنعمل كده عشان مصلحتك، صدقيني يا حماتي. ورده دي اللي بتقولوا عليها خطر على الامن وعلى مصلحتي، دي ادت لحياتي معنى. وحتى اذا كانت بتستغلني فانا موافقه لانها بتسعدني، لكن هي ما بتستغلنيش ولا يمكن هتستغلني لانها بتحبني فعلا وبتفكر فيها زي ما انا بفكر فيها. وزي انا ما بتدخلش في حياتكم، فانا بأرجوكم رجاء خاص ما تتدخلوش في حياتي. بتعيطي؟ اعملي معروف ورجعيني المركز تاني. المرة دي وجت سليمة، لكن المرة الجاية مش ضامنة هيلفقوا لي ايه. أنا صحيح صغيرة لكن فاهمة حاجات كتيرة. ولادك مش مستحمليني مع انهم كبار قوي عني. الظاهر انهم غيرانين يشوفوا امهم مهتمية بحد تاني غيرهم. معذورين، عندهم حق. انا مش عايزاكم تزعلوا من بعض واكون انا السبب. احسن ارجع المركز تاني. لا يا ورده، لا يا حبيبتي، ما تفكريش في كده ابدا. انا مش ممكن اقدر استغنى عنك. اذا كنت فاكره ان وجودهم يخليني استغنى عنك تبقي غلطانه، لانهم ما بقوش محتاجينك. خلاص كل واحده فيهم ليها حياتها، لكن انت